السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شيوات بديعة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكه اللي كتجي لذيذه بزاف، تقدروا تحضروها للكوتي الوليدات بمقادير جد بسيطه. غادي ندوزو الان باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، ولكن قبل غادي ناخذ اللاطه اللي غادي نحضر فيها هذه الكيكه. غادي ندهنها بالزبده مزيان، دائما ما نساوش الجوانب نركزوا عليهم. من بعد مباشره غادي نرش عليها دقيق الفورس ونحاول نغلفها. انا هاد المرحله كنبدا بها دائما هي الاولى، كنضمن ان الكيكه ديالي ما غاديش تلصق ليا نهائيا. صافي، من بعد غادي نخليها على جنب او في الثلاجه حتى نحتاجها. وغادي ندوزو باش نشوفوا المقادير. غادي نحتاجو 2 بيضات، نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، معلقه صغيره ديال الكاكاو، 2 خمارات 16 غرام، ساشي ديال الفاني، رشه ملح والدقيق حسب الخليط. غادي ناخذ واحد الاناء اللي نديرو فيه رشه ملح، نزيدو عليه سكر سنيده. الحلاوه راه كتبقى دائما على حسب الرغبه، هنا انا درت نص كاس فقط. غادي نزيد عليهم 2 بيضات اللي يكونوا بدرجه حراره المطبخ من الاحسن. صافي، وغادي نجيبو الخلاط الكهربائي. غادي نحاولوا نخدموا هاد المكونات مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالها ويتغير اللون ديال البيض. غادي نزيد ساشي ديال الفاني، هنايا نسيتو ما ضفتوش من الاول. وغادي نستمر في التخلاط. خاص الخليط ديالنا يولي على هذا الشكل. من بعد غادي نضيف عليهم كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، صافي. بالنسبه لهاد المرحله غادي نبدا نضيف فيها الدقيق تدريجيا. غادي نغربلو ونكملو هاد المرحله بالخلاط اليدوي. غادي نزيد كميه اخرى من دقيق الفورس، وغادي نزيد عليه 2 ساشي خميره الحلويات المجموع 16 غرام. صافي، وغادي نغربل كلشي. بالنسبه للخليط ديال الكيكه هنا غادي نخليه خفيف شويه. في هذه المرحله غادي ناخذ واحد شويه اللي غادي نزيد عليه كاكاو اللي غادي نزين به فقط. غادي ناخذ واحد الكميه قليله. غادي نضيف عليه الكاكاو وغادي نخلط كلشي. صافي، هنا غادي نخلطو مزيان. هنا غادي نضيف الكميه الاخرى من دقيق الفورس حتى نوريكم القوام المطلوب كيف خاصو يكون. غادي نديرو هذاك الخليط اللي ديال الكاكاو في واحد الساشي باش يجينا ساهل في التزيين. غادي نجمعو هاد الساشي باش ما يخرجش لينا الخليط. صافي، غادي نديرو فيه واحد التقيبه في الراس.
هذا هو القوام ديال الخليط كيف ما كتشوفوا معايا، راه خفيف باش تجينا الكيكه هشيشه. في هذه الاثناء الفران ديالنا كيسخن، غادي ندخلوها الفران طيب. من بعد ما نزينوها تقريبا في واحد المده ديال 20 دقيقه كافيه انها طيب. دابا غادي نزينها بالخطوط اللي بغيتو بالطول او بالعرض. بالنسبه للتزيين اختاريت الشكل ديال ميلفوي. صافي، من بعد غادي ناخذ واحد الكيردون وغادي ندير خطوط بهذا الشكل. صافي، ومن بعد غادي ندخلها الفران طيب. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت تقريبا كيف قلت لكم واحد المده ديال 20 دقيقه. هنا غادي نحركوها شويه من اللاطه باش غادي نقلبوها. من الاحسن هذه المرحله حتى تكون بارده مزيان. هنا انا باقا عندي سخونه شويه، غادي نقسموها على جوج. وغادي ناخذ واحد الكميه من الشوكولاط ديال الدهن، او تحضروا اي صلصه ديال الشوكولاط عندكم، وغادي ندهنو من الوسط بهذا الشكل. حاولوا تدهنوا هذا النصف مزيان من الجوانب ومن الوسط. صافي، منين دهنها مزيان غادي نرد عليها الطرف الثاني وغادي نقطعها. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي حضرت معكم اليوم، المحشوه بالشوكولاط. صراحه كتجي لذيذه بزاف، كتصلح هكا الكوتي. كنتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. الا كنتم من الزوار الجدد للقناه وعجبكم المحتوى، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصلنا نهايه الفيديو، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.